السلام عليكم. ناس كتير متخيله الحياه في كندا هنا بشكل مغلوط كبير قوي، فالنهارده حابب اوضح لكم شويه الحياه في كندا عامله ازاي. في ناس كتير متخيله ان الناس اللي عايشه في كندا هنا اغلبها الحكومه بتصرف عليها وعايشين على المعونات والاعانات اللي باستمرار، والدوله بتوفر لهم سكن وتوفر لهم عربيات وتوفر لهم حاجات كتير. وعلى الناحيه التانيه الناس شايفه ان ناس كتير من اللي بتيجي كندا اصلا عايشين في حاله من الضنك وحاله من البهدله، والمرتب مهما انت كنت بتاخده مش بيكفي. النهارده انا عايز اكلمكم باختصار كده على الحياه في كندا عامله ازاي. طبعا تعالى خلينا كده نتكلم الاول، نفرق ما بين حاجتين مهمين هقول لكم ليه بعدين. في فرق ما بين المهاجر وما بين الليجل. في المهاجر ده اللي هو اغلب الناس اللي بتتابعني اللي عايزه تيجي عن طريق الهجره، برامج الهجره العاديه، او عايزه تيجي حتى عن طريق برامج الدراسه وبعدين تحول الكلام ده الى هجره. دول بيبقوا جايين عن طريق حاجه اسمها البيرمننت ريزيدنسي، وهو ده اسمها الاقامه الدائمه. الاقامه الدائمه دي الحكومه بتبقى متوقعه من سعادتك ان انت معاك فلوس، حتى من ضمن الاثباتات اللي انت عشان تحصل على الاقامه الدائمه في كندا محتاج ان انت يكون معاك مبالغ ماليه في البروف اوف فاندز بتاعتك مش قليله. يعني انت لو اسره مثلا تقريبا، انا فاكر احنا كنا خمسه كنا دافعين، بس الكلام ده من 5 سنين او 6 سنين، كنا دافعين حوالي مثلا 24,000 دولار. فده من فتره، ما اعرفش دلوقتي، المفروض اعتقد الموضوع غلى. فانت لو انت مهاجر المفروض ان هم عارفين ان انت معاك فلوس ان انت تصرف على نفسك. لو انت لاجئ الموضوع بيختلف شويه. طبعا انت كلاجئ بيبقى معروف ان انت معكش فلوس ان انت تصرف على نفسك، فبالتالي الحكومه بتدي لك فلوس لا بليميت معين، ما هياش برضو مش فاتحه لك الموضوع، مش عامله لك الموضوع كشف حساب. فدول نقطتين اساسيتين. انا مش هتكلم النهارده مينلي على اللجوء لان انا التفاصيل بتاعته ما اعرفهاش قوي، لكن هم يعني دول بيبقى عندهم نوع من انواع الدعم، لكن ما هواش برضو كارت بلانش. لكن ليه هتكلم على الاقامه الدائمه؟ لان هو ده اغلب الناس اللي بتيجي كندا بتبقى عن طريق الاقامه الدائمه، فهو ده خلينا نقول ان هو دي الحاله الموست كومن اللي عندنا. احنا النهارده في مكان اسمه كندا بليس، والمفروض ان انا عايز اكلمكم تحديدا على ليه، ايه المشاكل اللي الناس متخيلاها على موضوع الفلوس دي. فبقول لحضراتكم، اول ما بتيجي انت كمهاجر جديد انت طبعا بتحاول تدور على شغل. فبتدور على شغل، بتلاقي شغل سواء كاجوال او بتلاقي شغل في المجال بتاعك. طبعا مش هنتكلم ازاي تلاقي شغل وحاجات زي كده، لكن هكلمك على الصعوبات اللي بتقابلك، وبالتالي ان انت بتحتاج معونات في ايه بالظبط. فانت المفروض معاك مثلا حوالي 24,000 دولار لو انتوا جايين كاسره. يعني المفروض ان دول يكفوك يعني فتره، المفروض يكفيك مثلا حوالي 5 6 شهور. يعني نظريا، يعني لو انت بتصرف في الشهر مثلا حوالي 6,000 دولار، فانت 4 شهور 5 شهور طبعا بتحاول تختصر شويه بشكل او باخر. إيه اللي بيحصل لو انت ما عرفتش الفلوس اللي معاك دي خلصت منك في الفتره الاولى ليك وانت لسه جاي مهاجر جديد؟ فانت عندك حاجه معينه ممكن تعملها. في الدوله هنا بتدي لك حاجه زي نوع، يعني اكلمكم على نوعين مساعدات اساسيتين او 3 مساعدات اساسيه الدوله بتعملها للناس. واول حاجه خالص حاجه اسمها التشايلد بنفيت، الكندا تشايلد بنفيت. وده دي مش اعانه، دي حاجه بتديها لكل الناس، الراجل الكبير والراجل الغني، لكن بتختلف حسب ايه؟ بتختلف حسب السالري بتاعك. يعني انت مثلا اول ما بتيجي بتبقى لو انكم غالبا، فاللو انكم ده بتاخد الحد الاقصى تقريبا 750 دولار او 700 دولار للطفل، حاجه زي كده تحت 6 سنين، وبعد كده 600 وحاجه زي كده لغايه 18 سنه. فبتاخد الحد الاقصى ده غالبا لو انت لسه جاي جديد. طيب، دي كده دي مش اعانه، دي حاجه الدوله بتعملها على طول. طبعا بتاخدها باثر رجعي بعد 3 شهور تقريبا، يعني مش بتاخدها اول ما بتوصل، بس انت كمهاجر بتاخدها. يعني لو انت اتاخرت حتى قعدت لك 6 شهور هتاخد الفلوس بتاعت الولاد كلها مره واحده. طيب، انت جيت والدنيا مزنقه معاك ومش عارف تعمل ايه، والفلوس بتاعتك اتصرفت وكل حاجه، بتروح تقدم مثلا في بريتش كولومبيا هنا في مكان بتقدر تقدم فيه على اعانات. الاعانه دي اللي هي مثلا حاجه زي الرنتال اسيستنس. انت دلوقتي طبعا انت جيت سكنت في بيت، يعني ما بقالكش 3 4 شهور قاعد في الشارع، فجيت قعدت في بيت، فبتيجي تقول لهم يا جماعه دلوقتي انا مش عارف ادفع مصاريف البيت، فلو سمحتوا مساعدوني. فبيقول لك اوكي، بيدرسوا الحاله بتاعتك وبيتاكدوا 100% ان انت معكش اي فلوس خالص ان انت تصرفها. فبالتالي بيطلع لك اعانه شهريه تقريبا 1500 دولار حاجه زي كده. ده تقريبا شامله السكن وال اسمه ايه ده، والمعيشه. طبعا ده رقم قليل جدا ان انت تعمله، لكن هو ده، دي اسمها رينتال اسيستنس، وطبعا فيها فود برضو اسيستنس حاجه زي كده. طيب، مطلوب منك ايه خلال الوقت ده؟ مطلوب منك خلال الوقت ده ان انت تثبت ان انت بتدور على شغل. ما ينفعش ان انت تاخد الاعانه دي وتبقى انت ايه نايم في البيت، فلازم تثبت ان انت معاك شغل او حاجه زي كده. حتى انت لو بتاخد التشايلد بنفيت مفيش مشكله، بس فلاي كندا دي مكان حلو قوي. تعالى كده نطلع نشوفها من فوق، ولا خلينا نتمشى بعد كده نرجع نبص عليها.
فدي كده حاجه انت بتعملها اول ما بتيجي بالنسبه للتشايلد بنفيت، سوري، لل هو الرنتال اسيستنس. تاني حاجه، لو انت الموضوع برضو ما زال مزمزق قوي، في حاجه هنا اسمها كندا فود بانك. الفود بانك ده اللي هو بنك الطعام. بنك الطعام ده مجاني، يعني زي كده عارف الجمعيه الاستهلاكيه اللي موجوده عندنا في بلادنا، بس دي كلها مجانيه تماما. فبتروح البنك الطعام ده، طبعا بتقف في طابور وبتاخد دور وكوبون وحاجه زي كده، وبتدخل تلاقي كل ما تتخيله. ما اعتقدش بس فيه لحوم او حاجه، لكن اي حاجه تانية بتلاقيها موجوده في المكان اللي هناك. طبعا بتروح تاخد الحاجات دي كلها مجانا، بتاخدها اسبوعيه اللي هي تكفيك اسري، يعني لاسرتك، يعني مش بتروح تاخد انليمتد، بتاخد حاجات على قد الاسره بتاعتك في الاسبوع اللي انت هتعمله، تروح تاخد الاسبوع التاني. فيعني يمكن كده كندا تشايلد بنفيت، الرنتال اسيستنس والحاجات زي كده. طيب دي الحاله اللي انا بتكلم عليها، دي حاله ايه؟ دي حاله واحد الدنيا عنده مزمزقه ويعني مكعبله وكل حاجه. طيب انت دلوقتي مش الحاله دي، ان امورك الحمد لله، جيت معاك شويه فلوس كويسه، الامور استقرت، لقيت شغل كويس في مجالك، قريب من مجالك وحاجه زي كده. هل بقى الدوله بتدي لك كل الرنتال اسيستنس وبتدي لك الفود بانك والحاجات زي كده؟ لا، هو الفود بانك على فكره مفتوح لاي حد لو عايز يروح ياخد، لكن طبعا مش منطقي يعني انت لو واحد بتاخد مرتب كويس تروح تاخد من الفود بانك، اكيد هتروح تشتري اكلك عادي. فما بيديلكش طبعا رنتال اسيستنس، بيدي لك التشايلد بنفيت، لكن طبعا كل ما المرتب بتاعك بيزيد كل ما بيقل. يعني انا اول ما جيت كنت باخد المرتب كامل، دلوقتي ناقص شويه ياخدوا مني فلوس يعني. المهم بس ده طبيعي يعني، ده حق يعني، زي نظام تكافلي كده يعني، شويه اشتراكي في نفسه، بس حلو، بيساعد الناس كلها بشكل او باخر. طبعا في مساعدات تانية كتير، لكن دول اهم حاجات اللي اقدر اقول لك عليهم بالنسبه للبيرمننت ريزيدنت. لكن نرجع تاني لموضوعنا، هل الحياه بقى كلها ماشيه بالطريقه دي؟ هل هم كلهم يعني مساعدات قايمه على الناس؟ لا، ده مش الطبيعي خالص. طيب انت بقى كمهاجر جديد، لما انت تبدا تشتغل وتبدا تعيش حياتك وتبدا تعمل كل الكلام ده، هل الحياه بتبقى صعبه وضنك وما مش لاقي تصرف ومش عارف ايه حاجات زي كده، وغلاء المعيشه ده بيسبب لك مشاكل كبيره؟ تعالى خلينا كده نتكلم بواقعيه. انت راجل جاي لوحدك، خلينا نقول مثلا انت جيت لوحدك. انت جيت لوحدك وبتصرف مثلا يعني عايش لوحدك، ورحت اشتغلت يا سيدي شغلانه مينيمم ويج، او اشتغلت ب 20 دولار في الساعه. تمام، اشتغلت ب 20 دولار في الساعه وشغال فول تايم، يعني بتاخد 40 ساعه في الاسبوع، يعني 80 دولار، 800 دولار في 4 اسابيع، 3200 دولار. ده طبعا رقم مش كبير، اوكي، قليل يعني، وطبعا بيتخصم منهم تاكسز ومش عارف ايه، تقريبا اعتقد 15% حاجه زي كده، او بلاش افتي يعني، بس بيتخصم منهم تاكسز مش كتير يعني، لو انت بتبقى المينيمم انكم يعني ما بتتخصمش منهم رقم كبير. طيب ال 3200 دول، هل انت بقى بتشحت بيهم؟ لا، انت لو انت واحد عايش لوحدك، انا بكلمك اهو عشان بس في ناس دماغها للاسف تعبانه، او يعني فيها حاجه مثلا معينه. فانت لو كده ب 3200 هتروح تسكن في اوضه، مش هتروح تسكن في شقه، مش هتروح تسكن في شقه ب 3000 وب 4000 دولار، صح ولا ايه؟ انا هنزل فيديو ده وهنزل تاني، ممكن اعمل لايف عليه، بس يعني خلينا نتكلم دلوقتي. فهتروح تسكن في شقه في اوضه، الاوضه دي مثلا ب 800 دولار. 800 ده بكلمك في فانكوفر على فكره، مش بكلمك في حته ثانيه، في حته ثانيه بتبقى اوضه ارخص من كده بكتير. ب 800 دولار، وهتاكل وتشرب وتجيب عربيه ومش عارف ايه، قول ب 1000 دولار يعني، صح؟ اه، 1000 دولار في الشهر ليك لو الاكل وحاجات زي كده، ادي كده 1300، 1800 دولار، 2000 دولار يا سيدي. انت فاهم يعني؟ انت دلوقتي من ال 3200 اللي اخدوا منهم 15%، ولا قول مثلا اخدوا 500 دولار منهم 2800، انت معاك 800 دولار ولا 500 دولار زياده. طبعا ده رقم قليل، ما بقى يعني مش بفرحك بيه، بس بقول لك ده الوضع لحد ما انت ايه، ما انت مش رايح بقى تنام في البيت وتقعد تشتغل مينيمم ويج. انت المفروض ان انت تعمل حاجه تكون عايز تشتغل في المجال بتاعك. انا بس معلش الفيديو طولت بس عشان الناس بس تفهم ايه اللي بيحصل يعني. فده كده بالنسبه لحاله الشخص لوحده. طب انت لو متجوز انت ومعاك مراتك وجيت انتوا الاثنين وبتاخد 3200 دولار، طب هتعمل ايه بقى؟ هتروح تسكن في شقه اوضه. شقه اوضه، مش هينفع تسكن مثلا في شقه اوضه مثلا في الداون تاون، شقه اوضه في الداون تاون ب 2800 دولار وحاجات زي كده. هتسكن ب 1500 دولار في حته، و واسمه ايه ده، و... والاكل والحاجات والشرب برضه هيظل ب 1000، 1200. المهم برضه هتوصل ان انت 2500، 2800 يا سيدي، هتكيد بالعافيه خالص، ماشي، ده بالكتير خالص، تمام. برضه هتقدر اسمك تعيش. انا ما بقولكش ان دي الحياه اللي الواحد يقدر يعيشها، انا بس بكلمك فكره ان هو يعني ان هي الناس اللي هنا
بتيجي تشحت. طيب انت زوجتك لو اشتغلت الموضوع ده هيتضاعف، هتبقى اموركم احسن بشكل او باخر. انت مش عايز زوجتك تشتغل، هي دي الظروف بتاعتكم. انا بكلمك في واحد جاي هو ومراته. طب انت واحد اصلا عشان بس تبقى يعني اصارحك بالحقيقه، انت واحد المفروض بتقول عن نفسك ان انت راجل متعلم ومقدم لهم بقى شهادات وبكالوريوس وافلام كبيره كده، وجاي بتاخد تشتغل مينيمم ويج. يعني انت لو فضلت في الاول ممكن يكون مقبول، انت مش لاقي شغل، بتتعرف على الثقافه، مش عارف بلا 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 كل الكلام ده. لكن لو انت قعدت اكتر من كده تتعرف على الثقافه وتتعرف على البتاع وشغال بالمينيمم ويج، ما تلومش غير لنفسك. يعني ما تقولش بقى انا مش عارف او الدنيا بايظه او مش عارف ايه، خلاص تحمل الموضوع. لكن الطبيعي اللي انا بقول لك عليه ان انت بتلاقي شغل بيكون مرتب اكبر، بتلاقي وقت اكتر، بتلاقي حاجات ايجابيه اكتر انت او زوجتك ان انتوا تشتغلوا. فده لو انتوا الاثنين. طب لو انت معاك ولاد، لو انت معاك معاد وانت بي ار، الولاد هياخدوا فلوس شهريا برضو حوالي 600 او 700 دولار. ده ما كنتش انت بتاخد هتاخد رينتال اسيستنت لان انت مثلا معكش فلوس، او تاخد اي مثلا اي مساعدات من المساعدات التانية. فانت هتاخد لو انت طفل بياخد 600 دولار، لو طفلين 1200 دولار على مرتبك، هيبقى مش عارف ايه. فهم هنا بيحاولوا يوصلوا لنموذج تكافلي كبير جدا جدا. فهو الحياه هنا ده الشكل بتاع الحياه. ده انا بكلمك في فانكوفر على فكره، ما بكلمكش في حته تانية. في اي حته تانية الموضوع ارخص من كده بمراحل. بس فهي فكره الحياه هنا عامله ازاي، وان الناس هنا بتشحت والناس هنا قاعدين على معونات من الدوله. لا، انت زي ما انت شايف انت ما انتش قاعد على معونات من الدوله، لكن يفضل طبعا ان انت تطور من نفسك وتعمل حاجات ايجابيه. بس الفيديو ده هيبقى ليه تكمله. بس يعني طب بما انك وصلت لغايه دلوقتي، يعني اتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو ولاف كده ليه وشير، عشان الحاجات دي بتفرق معايا جدا. معلش استنى بس الطياره دي تعدي. خلاص يا جماعه خلاص. فبقول لحضرتك، فاتمنى بس لو انت وصلت لغايه دلوقتي تعمل لايك وشير للفيديو، عشان بتفرق معايا جدا ان الفيديو ده يوصل لناس كتير، وناس كتير تعرف الموضوع. يعني انا هدفي من الحياه هنا، من الفيديوهات اللي انا بعملها لكم، ان انا اقول لك الحياه هنا عامله ازاي. طبعا انا لا باخد المرتب ده ولا اي حاجه، لكن انا بقول لك من اللي انا شايفه من الحياه اللي قدامي والناس اللي تقدر تتعايش هنا ولا لا. عشان في ناس محصوره الدنيا هنا ان هي ايه، جحيم، الناس عايشه في الجحيم المقيم، يعني فاهم. ده غير بغض النظر يعني عن انت لو تبص على الجو بتاعنا اللي موجود دلوقتي. احنا النهارده يوم كام؟ النهارده يوم 15، مش فاكر يوم كام النهارده. احنا في شهر نوفمبر، في نص نوفمبر يعني، اعتقد نص نوفمبر، والجو زي ما انت شايف كده جميل بالشكل الحلو ده. فدي نقطة تانية إيجابية تاخدها أنت في فانكوفر. يعني أنا ما عنديش مشكلة إن أنت تعيش في فانكوفر، بس مقابل إن أنت تعيش في الجو ده. أتمنى كده تكون الأمور دي وضحت شوية. وزي ما بقول لكم ما تنسوش بس تعملوا لايك للفيديو وشير ليه، وتمنشنوا أصحابكم اللي موجودين هنا لو عايزين. وبس خلي بالكم على نفسكم، ويوم سعيد عليكم. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.